السلام عليكم، شخباركم متابعين قناة غزال؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا رب، ان شاء الله بصحة وهنا. ان شاء الله اليوم غادي نقدم معكم فقاس كيجي صحي، كيجي لذيذ بزاف وزوين وكيعطي يعني كمية وفيرة. ان شاء الله فيه القرقاع وفيه الشوفان، وبطريقة يعني مبسطة، بطريقة يعني ساهلة في التحضير، وكينجح ما فيه لا كسور ولا حتى شي حاجة. نتوما كيف كتشوفوا في قيقسات هكا تيجيو حجم صغير، تيجيو زوينين هكا في الشكل وفي الشوفة. يعني وغير مكلف. بالنسبة للمكونات غير 3 البيضات ونص وكاس الزيت، فتيعطيو ليك تبارك الله هاد الكمية كاملة، لأن ما فيهش الكسور. بالنسبة للخليط كيكون ناجح 100%. ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوه، وكيجي بزاف بنين بنين، فيه المذاق زوين. يعني حتى الاخوات اللي ما تيحضروش هكا الفقاس، شفتوا الشكل ديالو؟ يعني ما فيه ولا غرام تاع الكسور، كيجي هكا زويون وحتى سميتو كيبانوا فيه المكونات كيبانوا. كيف قلت لكم، حتى الاخوات اللي ما عندهمش مع الفقاس ما تيحضروش، راه الطريقه ساهله. وعطيكم الطريقه باش يعني ما يتفرقعش، ما يتشقش. ان شاء الله خصكم غير تحيدوا العكز وتنوضوا تحضروه ان شاء الله. يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. على بركه الله البنات، غادي نقدم عندي المقادير. عندي هنا 4 البيضات، وعندي كاس تاع الزيت نباتيه، كاس العنبه، وعندي هنايا 3 المعالق تاع الشوفان محمر في المقله شويه، وعندي 2 معالق تاع الجنجلان، اللي بغيتو تضيفوا اكثر ضيفوا، وعندي 3 المعالق تاع القرقاع مقطعين على هذا الشكل هذا صغير شويه، وعندي معلقه ونص تاع النافع. عندي هنا علبه تاع الفلان كراميل، عندي يعني ساشيه تاع الفاني، والخميره عندي 1.5 اللي غنعمل في هاد المكونات هذا. نبداو التحضير ان شاء الله. بسم الله. غادي نبداو. بالنسبه للبيض غنهرس البيض. كيف قلت بالنسبه للبيض، عندي 4 البيضات، لكن كانوا نعملوا غير 3.5. كنحيد واحد الصفر تاع وحده به كندهن. بغيت تضبلوا المقادير يمكن لكم، يعني على حسب الكميه. انا كنعمل مثلا هاد الكميه هادي كتعطيني تبارك الله، ومنين كيتسالى كنعاود واحد جديد. بالنسبه للفقاس راه كيصبر، راه تيبقى حتى شهر واكثر، غير يكون في شي هكا طاسه محكمه ما يدخلش ليه البرد، كيبقى مقرمش صافي. عندي هنايا 150 غرام تاع السكر سنيده، بغيتو تضيفوا شويه اكثر ديروا 200 غرام. كنقص الحلاوه كتجي هكا، كيجي خفيف الفقاس ما كيجيش حلو. عندي قبصه الملح. بالنسبه للسكر سنيده بالكاس، يعني كاس العنبه ما عامرش يعني 200 غرام كتعطيكم كاس تاع العنبه. وحتى بالنسبه لكيسان العنبه كيكون اللي كبير شوي، كاين اللي صغير شوي. المهم الكاس اللي عبرتو به هو اللي غتعبروا به المقادير. الزيت وتعبروا به السكر. بالنسبه انا السكر ناقصه شويه، قلت لكم درت 150 غرام السكر، يعني الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا وضعت كاس تاع الزيت نباتيه، كاس العنبه. صافي تنخدموا الخليط مزيان حتى ما كتبقاش كيفاش شفتوا حتى كيطرغوا، ما كتبقاش الزيت معزوله بوحدها والبيض معزول بوحدو. يعني الخليط كيولي هكا متجانس باش كتنجح لينا العجينه وما كيبقاش يتفرت الفقاس. عملنا ساشيه تاع الفاني، غنعملو وحده تاع الفلان كراميل، كيعطي المذاق زوين واللوين زوين.
عندي هنا الزرارع بالنسبة للنافع كيعطي المذاق زوين، والقرقاع يمكن لكم تعوضوه باللوز، فأنا حبيت نعملو هاد المرة بالقرقاع. الجنجلان، وعندك الشوفان وتيخليه صحي، كتعرفو الشوفان صحي، يعني كيعطي المذاق زوين صراحة. صافي البنات غادي نضيف الخميرة كيف قلنا، عندي 1.5 وحدة ناقصة منها 4 غرام، يعني 12 غرام. دابا الجو سخون الصيف كنقص واحد 4 غرام. بالنسبة في البرد راه كنعمل مع هاد المقادير كنعمل 2 خميرات باش كيجينا الفقاس ديالنا هشيش ورطب، لكن دابا كيختمر يعني ما. بالنسبة للدقيق بتدريج، بالنسبة لهاد الخلطة زدت ليا 2 زلايف تاع الدقيق، كتخليو شوية الخليط يكون شوية لين، ما يكونش قاصح الفقاس، ما تقصحوش باش ما كيتفرقعش ما كيتشقش. الا كان هكا العجينه هكا رطبه كيجي الفقاس ما تيطرطقش. صافي كنضيف الدقيق بالتدريج وانا تنخلط، حتى كنجمع الفقاس ديالي البنات. بالنسبه للدقيق كيف قلت لكم انا عملته بالزلافه، فخدت لي 2 زلايف تقريبا نص كيلو، 500 غرام قل شويه. ثاني كيبقى الدقيق على حسب اللي كيتشرب او اللي ما كيتشربش. صافي البنات انا جمعت العجينه ديالي، غنخليها ترتاح واحد شويه 5 دقائق غير ترتاح ما بين نحضر الصينيه. صافي البنات شفتوا يعني القوام ديالها راه رطبه كيف قلت لكم، رطبه ماشي قاصحه. الفقاس ما امكن نخليوه رطب شويه، العجينه ديالو تكون لينه. صافي انا غنقسم على 5 تاع القطع، ما بغيتش نعملهم كبار. الا بغيتو تعملوهم كبار تجيكم فقاسه هكا كبيره، فيمكن لكم تعملوا غير 4 تاع الحرابل او 3 على حسب الحجم اللي بغيتو تاع الفقاس. انا هاد المره بغيت نعمل غير فقيقسات هكا شكل يكون صغار ما يكونوش كبار، حتى الا عملتو مناسبه او شي هكا ما يكونش عندكم فقاس كبير يعني اللي عملتو العجينه ما تكفيكمش الكميه، فتخرجوا هكا فقيقسات كيكونوا زوينين في الشكل وتيكونوا هكا حلوين في هذا وكيكونوا اقتصاديين، تيخرجوا كميه يعني هكا وفيره. صافي تنحاولوا نحربلوه مزيان وهكا، وكندلك شويه هكا من الفوق باش كتنزل لينا العجينه، ويعني كتفينيو العجينه هكا من الجناب، كنحطو في الصينيه ومازال عاد كنفينيوها. صافي البنات هانتوما على هذا الشكل انا درتهم صغار ماشي كبار بزاف، انك كيزيدوا يخمروا شي شويه. كتقادو راكم عارفين تحربلو هكا الحربلو تقادوه مزيان. صافي البنات غادي في هذا الاثناء ندهنوا بالبيض. عندي هنا صفر بيضه وملت معاه نسكافي اللي او قهوه سريعه الذوبان اللي عملتها في واحد المعلقه تاع الحليب وقطره تاع الخل باش كيحيد لينا الزفوريه تاع البيض. صافي وكنبقى ندهن حتى ندهن كامل الحرابيل ديالي. صافي البنات بعد ما دهنتهم كاملين انا غادي نتقبهم بكردو، هذا السر اللي ما تيخليش يطرطق تيتنفس يعني الهواء تيخرج من الفقاس وما تيطرطقش لينا. قبل ما تشرطوه بالفرشيت تقبوه، وما تقبوش قبل ما توضعوا البيض لان البيض كيسد هذوك التقابي فما غيتنفش. كتعرفوا البيض كيقبص كيسد ما يتنفش لينا الفقاس ديالنا ويقدر يطرطق. حتى كدوزوا البيض عاد تقبوه وعاد تشرطوه هكا بالفورشيت، يعني كديروا شريطات. هانتوما شفتوا تبارك الله 5 تاع الحريبلات. دابا غندخلهم للفرن تاع الغاز، يكون العافيه مهيله، يكون الفرن مسخن مسبقا ونزلوا العافيه حتى كيطيبوا
وكتحمروا لينا من الفوق، وكنخرجوا هما البنات كنفزقوا واحد الفوطه من التحت كنحطوا عليهم ونفزقوا شويه نبللو هكا اللي كتكون من الفوق وكنغطيوه. ما دخلتو للثلاجه حتى شي حاجه كتخليوه على اقل واحد 4 ساعات. يستحسن انها ليله كامله، الا مكانتش الوقت تخليوه يبرد مزيان عاد تقطعوه. يعني من الاحسن يكون السكين هكا سكين حاد باش كيساعدنا في القطيع بسرعه هكايا والشكل تيجي زويون. كنقطعوه هكذا البنات مايل. يمكن لكم تقطعوه هانتوما كتشوفوا تبارك الله راه ما كاين لا كسور ولا حتى شي حاجه، ما فيهش كاع الضياع. يمكن لكم تقطعوه هكا نيشان، يمكن تقطعوه مايل على حسب كيف بغيتو نتوما كتشوفوا الكسور ما كاينش كاع. صافي انا كنستمر هكا وانا تنقطع الحرابل ديالي. ما ترققوش بزاف الفقاس، ما ترققوش بزاف باش ما كيتحمر ما كيبقاش يتعوج الشكل ديالو، تيبقى هكا زوين. شفتوا البنات يعني ما فيش ولا غرام كسور، شفتوا كيجي تبارك الله يعني ما فيش الضياع كاع كيفاش كيجي هكذايا. كيف قلت لكم بالنسبه للسكين يكون حاد من الاحسن. صافي كنستفهم هكا في الصينيه وغندخلهم للفرن يتحمر. وانا كندور الصينيه الا كانت العافيه مشي جهه يعني اكثر، كنحاول الا كيطيبوا بعض المرات من في الوسط كنقلبهم وكنقابلوه باش كيجينا الطياب هو هذاك. انا عندي مازال الكميه غنقطع وغنحضر وانا كنطيب حتى كنطيب الكميه كامله. شفتوا انا بديت هنا في الطياب هو الشكل ديالو يعني بدا كيدهب. كاين الناس اللي كتبغيو طيب يعني هكا تحمر يجي محمر اكثر، فانا كنبغي غير هكا يجي مذهب. صافي كنستمر هكا البنات انا كنطيب وانا كنحط هنا في واحد البلاطو حدايا وحتى كنكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله، ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي البنات. تبارك الله كيف قلت لكم الفقاس ناجح ومكونات تبارك الله صحيه كاع اللي فيه، وكيجي بنين في المذاق وسهل في التحضير يعني وما فيه لا ضياع لا حتى شي حاجه. نتمنىكم تجربوه. يلا البنات السلام عليكم، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو المقبل يا رب ان شاء الله تكونوا صحه جيده مره اخرى. يلا ما تنسونيش البنات بلايك الفيديو وتعليقات هكا زوينين محفزين. بالنسبه للناس اللي كتزور القناه تفعل الجرس باش يجيها الجديد. يلا باي باي، بسلام عليكم، فرصه المقبله.